اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيك يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. النهارده هنعمل وش اللبن. انا طول الصيف اجيب اللبن بشيل الوش من عليه، ما بنحبهوش يعني، فبنشيله في كيس التلاجة او في علبة زي العلبة دي، احطها في الفريزر. محطهاش على رف التلاجة عشان هتخضر وتترمى، فدي خسارة. فانا بحوشها، حوشت كمية كبيرة طول الصيف بقى، عشان انا بحب اعمل الوش ده في الشتاء، اجمعه كده واعمله سمنة بلدي. شايف بالصلاة على النبي الله أكبر قد إيه. فأنا هفضيه كله كده في قدامي، وبعد كده إيه، أحط عليه كوباية مية. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم يا رب. هحط كوباية مية. أنا هحط كتير شوية عشان أنا الوش اللي عندي ده كتير، انت على قد اللي انت محوشاه بقى. احط المية وبعد كده اقلبها، بعد كده اشتغل بايديا بقى، عشان المعلقة دي كده اكيد مش هتنفع. ايوه، هفضل ادعك ادعك كده يمكن نص ساعة، لحد ما الاقي هو هتبقى الاول هتعمل معاكي زي الكريم شانتيه. بعد كده هتبصي تلاقيها خرزت، بقت عامله زي الرز، الزبده فصلت من الميه. افضل ادعك ادعك لحد ما تبصي كده هتلاقي ايدك دي بقت فيها ميه بتنقط كده اهي، بس كده فصلت. انا هعصر اهو، باخد حبه حبه واعصرهم كده. اللي في ايدي دوت بقى الزبده والميه نازله اهي. افضل بقى كل اللي في الكروانه ده هعصره حبه حبه. شايفه الميه؟ الميه دي مش هتترمى، هتتصفى في الاخر خالص، واحطها برضو في التلاجة على رف التلاجة، واحطها في علبة. على بال تاني يوم هتلاقيها تخنت وبقت رايب، يعني بقت زي الزبادي. ممكن تعملي منها هريسة ذرة، ممكن تعملي كيكة، ممكن تعملي قرص، يعني تستخدميها كأنك بتستخدمي الزبادي او الرايب، مش هتترمى برضو. هصفيهم حبة حبة لحد ما اخلصهم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هفضل كده لحد ما تخلص الكمية اللي قدامي اهي. خلاص، لسه فيها، هصفيها. عندك مصفى صفيها فيها، صفيها بايدك بطريقتك بقى. بس كده. المية دي بقى اللي انا بقولك احطها في التلاجة وهتبقى رايب. اللي بيعجني بيها قرص، يعني استعمليها كأنك معاكي في ايدك لبن رايب. دي بقى الزبدة اهي، خلاص بقت احلى زبدة كده، بقت احلى زبدة. وادي اللبن اللي طلع، مفيش حاجة هتترمى، كل ده هنستعمله. انت تاخديها دلوقتي تحطيها في الحل على طول. بس انا بعملها كده عشان اوريها لك، عشان تشوف الزبدة وجمالها. هنجيب حلة بقى ونحط فيها الزبدة، ونحطها على النار ونوطي عليها خالص، شمعة نوطي عليها. هي تاخد معانا وقت على بال ما تسيح، بس لازم تبقى النار واطية، عشان ولا اللبن ده يتحرق ولا تفور وتكب منك على البوتاجاز. انا ولعت عليها زي الشمعة اهي، بتفصل اهي.
شايفه السمنه اهي، السمنه بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله اهي بقت سمنه فلاحي. هسيبها لمده نص ساعه، ربع ساعه، على قد الكميه اللي طالعه من عندك. اهي اول ما تغلي على النار الهاديه، بصي ده الريم اللي فاضل ده هيسقط في ارضيه الحله. اول ما تلاقيه بقى اصفر ذهبي، تروحي ايه طافيه عليها اهي. اول ما توصل للدرجه دي تقومي طافيه بقى عليها، تطفي عليها وتسيبيها تبرد. بعد ما تبرد تجيبي برطمان نضيف وتروحي مفضيها فيه، هتبقى عندك احلى سمنه اهي. سمنه بلدي بلدي يعني، وريحتها جميله بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. اهي سمنه جميله جميله من وش اللبن كده، ما رميتيش الوش اللبن، استفدتي بيه. دي بقى المرته. مرته لو انت بقى هتتاكل بالعيش تزوديها سمنه وتقلبيها، هتطريها شويه، لكن انا ما زودتهاش سمنه عشان انا هحطها في الجبنه القديمه. المرته دي ممكن عندك مش تحطيها فيه، جبنه قديمه تحطيها معاها، هتبقى جميله قوي. يبقى كده ما رميناش حاجه. اللبن اللي طلع هنعمل بيه قرص